سؤال رقم 21 ده سؤال هندسة. يقول لك في الشكل المقابل س ص بيوازي باء ج وس ع بيوازي باء ص، والالف س عليها 6 والسين باء عليها 9 والالف ع عليها 3. قلت له كويس. قال لي لو سمحت طلع لنا ع ج. قلت له لا انا هجيب لك ع ص الاول. قلت له ازاي؟ قال لي ما انا لما هقسم الحته دي على الحته دي من حقي اساويها بالحته دي على الحته دي. دي قاعده. يبقى الستة لما تتقسم على التسعة الكلام ده هيساوي 3 على الدال صاد. في الحالة دي اقدر اطلع الدال صاد. يا مستر الدال صاد هتساوي 9 في 3 على 6. 9 في 3 ب 27. 27 على الستة. 27 على الستة 27 تقبل الاسم على التلاتة هتدي 9. والستة تقبل الاسم على التلاتة هتدي 2. يعني هتطلع ب4.5. بس دي أول حتة. يبقى أنا جبت الحتة دي ب4.5. قلت له طيب أنا فاضل لي دي كمان. قلت له أقدر أعمل إيه؟ قال لي تقدر تاخد الحتة اللي بالأحمر دي تقسمها على الحتة اللي بالأحمر دي وتساويها بالحتة اللي بالأحمر دي على الحتة اللي بالأحمر دي. دي القاعدة اللي احنا اشتغلنا عليها. يبقى أنا هقسم الستة على التسعة وهساوي الكلام ده بالحته دي على الصاد ج. طب الحته دي كلها بقت كام؟ بقت 3 و4.5 يعني 7.5 على الصاد ج اللي انا عايزها. اقدر اطلع الصاد ج. يا مستر هنضرب 9 في 7.5 على الستة. هنضرب 9 في 7.5 على الستة. تطلع لك الاجابه ب11 وربع. يبقى هنا الإجابة هتطلع 11 وربع. يبقى دي طلعت 11 وربع. طب المسألة عايزة إيه أصلا يا مستر؟ المسألة عايزة الحتة دي كلها. هو اللي قال، هو الراجل طلب منك قال لك عايزين منك عين جيم. احنا كتبنا ليه دال؟ دي عين. دي اسمها عين. قلت له كويس. الراجل طلب منك العين جيم يعني هنجمع 4.5 زائد 11 وربع. هنجمع 4.5 زائد 11 وربع. الآلة الحاسبة هتطلع 63 على الأربعة أو هتطلع 15.75. هل في 15.75؟ أهي 15.75. يبقى الإجابة طلعت 15.75 يعني 15 و3/4.